اي شاب من الشباب دي يعرف ايه عن الدين مش هيعرف يجاوبك. قول له تعرف ايه شهاده الشهاده ايه، مش هيعرف يقولها لك. اركان الاسلام انت اسال اي شاب. لا مش حكايه، لا الكلام ده صحيح. قول اركان الاسلام ايه. طب اسال اي واحد كده اركان الاسلام ايه كده من الشباب اللي ايه اركان الاسلام؟ ماشي ما اعرفهاش، ماشي بس ما اركان الاسلام ايه؟ ما اعرفهاش. طب اديك انت قلت ايه اركان الاسلام؟ اركان اسلامك، اديك انت قلت احنا كفره. ايه اركان اسلامك؟ اركان تعرف ايه عن دين؟ والله زيك مسلمه، احنا مسلمين والله. انا بقول لك هي بتتكلم. اركان الاسلام الشهادتان، شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الحج، صوم رمضان، الصلاه، الزكاه، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. كل ده اركان. انت تعرف ايه عن دينك؟ ده السبب اللي ودانا في داهيه، عدم العلاقه ان انتوا مش عارفين الدين. كله مش زي بعض. ما هو لو كل واحد عرف الدين مش هيعمل الكلام ده. واهله ما كلموهوش عن كده. ده يرجع للبيت من الاساس، ده يرجع للبيت. اهلك عرفوك حاجه عن دينك؟ ابوك وامك بيقعدوا معاك انت او غيرك، مش انت شخصيا. الحمد لله حصل لي شويه مشاكل ودي يعتبر ظروف حصلت. ما فيش ولا لقيت حد يقول لي ولا حد يعمل لي، دي شويه ظروف. انت في ظروف بس مش بايدي يعني. بس فهي مش بايدي. انا ايش عرفني عندهم ظروف ولا ما عندهمش ظروف؟ مش كل واحد هيقول الظروف، مش كل واحد. ما انا بقول لك يعني كل واحد حصل له ظروف. زي ما انت لقيتي حد علمك ولقيتي حد يعمل ولقيتي حد يقول لك حد. اهلي وابويا وامي مش متعلمين، جاهلين. احنا من نفسنا، احنا ندور التعليم منا لنفسنا. احنا استعلمنا نوعي نفسنا ونوعي غيرنا. اتعلمنا الغلط. النت احنا استعملنا الفيسبوك غلط. الفيسبوك استعملناه غلط. الفيسبوك ودانا في داهيه. الفيسبوك نسانا عن الدين، نسانا عن الاخلاق. الفيسبوك نسانا عن كل الكلام ده. قتلوه. ده يرجع من البيت نفسه، ده يرجع للتربيه والوعي من البيت. لازم يتكلموا على الدين ويعرفوا عيالهم الصح من الغلط، يشوفوا سلوك عيالهم، يشوفوا مصاحبين مين. المخدرات اللي عملت فيهم كده، لازم البيت يوعوه الصح من الغلط.